كلمة الآن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف أحمد الأمين، رئيس مؤسسة النصيحة للتربية والتعليم والدعوة والإرشاد. فليتفضل. بعد ما أقول التزموا بالوقت، الوقت كله صار لي. هو كله لكم، الوقت نوزعه لكم للموجودين إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنت أريد أن أقوله راح انتهى. الذي أريد أن أقوله الآن هو تأكيد لكلام فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله، وتوضيح بعض الجهود التي قامت بها المؤسسات الدينية عموما، ومؤسسة النصيحة للتربية والتعليم والدعوة والإرشاد خصوصا في إقليم كردستان، وكذلك ما قامت به الدعوة السلفية في جميع البلدان. نعم، لم نقم بواجبنا كما ينبغي. هناك الكثير من الأعمال التي ينبغي القيام بها، وكثير من الدعاة يشعرون بالتقصير، لكن مع هذا ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بفضل الله